انا نهيلة كنكتب هاد الشي بالصيغه اللي عشت ماشي اللي تمنيت. كاين بزاف ديال الناس كيتصوروا باللي البنت اللي زوينه شكلا كتكون حياتها ورديه، الناس كيتقربوا، الفرص كيجيو والعلاقات السهله، ولكن الزوينه كتجيب معاها غير امتحانات اللي ما كيتشافوش. كتجذب اللي باغي الصوره واللي باغي يبان واللي باغي يربح، وماشي بالضروره اللي باغي يعيش. انا زوينه ولكن كنت ديما كنحس انه الزين ديالي كيسبقني وكيحكم عليا قبل ما نهضر، وكنت كنقاوم هاد الفكره بالخدمه وبانني نبقى واقفه على رجليا ونبين الشخصيه ديالي، حيت الزين راه ماشي هو كل شيء، كتبقى الشخصيه والاخلاق والمبادئ. غير انني كنت حتى انا عندي واحد الجرح قديم، قله الحظ في الزواج والخيبات اللي كانت كتجي معاه، النيه اللي كنت كندير وكتسالي بواحد البروده اللي كتخليك تشك حتى في راسك. هكا كانت حياتي، بنت زوينه بدون حظ. ماشي انني ما كانوش عندي فرص، بالعكس كانوا كيجوني عروض ديال الزواج، ولكن الاغلب ديالهم كانوا كيلمعوا من برا ولكن كيطلعوا خاويين من الداخل. كتجربه دوزت بزاف ديال التجارب في حياتي، حيت كيف ما كتعرفوا كانت العين عليا، سواء في وقت القرايه ولا في وقت الخدمه وحتى في الفتره اللي كنت جالسه فيها في الدار. كان ديما كيجوني ناس بهدف الزواج، ناس اللي كيشوفوا غير الجمال ديالي الخارجي، ما عارفين لا شخصيه ديالي لا اخلاق، لا انا اشنو باغا، نهيله اشنو باغا في هاد الدنيا، ولا كيفاش داير الفارس الاحلام ديالها. حتى واحد ما كان عارف هاد الشيء. هل اللي كيجيك ولد الجيران، هل اللي كيجوك من العائله، وحنا عكس زواج العائله بسبب المشاكل اللي كيجو منه. ويا ما جاوني ناس خدامين معايا ولكن كل واحد والعله ديالو. هل اللي كتلقاه مازال ما عنده لا دار لا دوار، هل اللي بيسكنك مع العجوزه واللويسات، هل اللي باغي يتحكم فيك تيقول لك دير الخمار. كل واحد والعله ديالو وكل واحد علاش رفضتو. حتى يأست من الزواج حيت فعلا ما لقيتش الراجل اللي نحط عليه الراس. تقدروا تقولوا انا كنت شرط بزاف، ولكن راه الزواج هذا نكذب عليكم كون جاني ولد الناس اللي لقى فيه ابسط الحوايج اللي كتمنى اي وحده، دار بوحدي يعني نسكن انا وياه، حيت انا ما عنديش مع المشاكل، يكون انسان غير مقد. انا ما طالباش شي واحد اللي لاباس عليه، يكون غير مقد بيا، وضروري يكون مخلوق ومحترم. انا هاد الشي ما لقيتوش، ومع الوقت بديت كنسمع ديك الهضره اللي كتوجع، اللي كيسول علاش باقي ما تزوجتيش، تبارك الله زوينه طويله حتى حاجه ما ناقصاك، فين كاين المشكل، علاش باقي حتى لدابا ما تزوجتيش. وكيبقاو يديروا ليا مقارنات مع بنات اخرين ديال العائله. انا كنت ما كنبينش ليهم الضعف ديالي، فاش كانوا كيسولوني ولا كيجبدوا الموضوع كنبقى غير نضحك وما كنبينش ليهم، ولكن انا في الداخل ديالي كنت كنتقطع، حيت حتى انا باغي ندير داري وباغا نكون الاسره ديالي. وهنا غادي تبدا الرحله ديالي في مواقع ديال التعارف ديال الزواج. نهار دخلت لموقع التعارف من اجل الزواج ما دخلتش ليه حيت كنت فاقده الامال، لا، دخلت ليه حيت بغيت نكون في مكان النيه فيه واضحه. الناس داخله باش تستقر ماشي باش تضيع الوقت، الناس عندهم نفس الاهداف، واي واحد هيكون داخل هذا الموقع والا الهدف ديالو الحلال. كنت محتاجه نخرج من الدوائر اللي كتجيب نفس النوع ديال الناس اللي كيعجبهم غير الشكل قبل العقل. درت واحد البروفايل بسيط ما فيش اغراءات ما فيش مبالغه، درت 2 تصاور ديالي اللي كانوا محترمين ومعلومات اللي كانوا واضحين بلا غموض. خدامه مستقله، كنحترم العائله، كنقلب على راجل مسؤول، وكنفضل الوضوح على اللعب. وكنت مواعده راسي واحد الوعد، اي واحد حسيت به فيه اي علامه ديال التلاعب او ديال التفليه غادي نقطع عليه. يعني انا الهدف ديالي كان واضح وباين، ووسط بزاف ديال الحسابات اللي كتشبه لبعضها بان ليا واحد الحساب اللي كان مختلف شويه عليهم.
كان حساب ديال واحد السعودي. الطريقة ديال الكتابة ديالو كانت منظمة وزوينة، كان واضح في كلامه، اهتمام بالاستقرار، كيهضر على الزواج بحال مسؤولية ماشي رغبة عابرة. الصور قليلة وما فيهاش الاستعراض، والوصف فيه احترام بزاف العائلة والالتزام ومسار مهني اللي كان باين. في الأول حسيت براسي مرتاحة، حيت ما كانش داك النوع اللي كيهجم بكلام زايد، كان كل شيء على حده وقده، ولكن كان على قده بزاف، بحال شي واحد كيعرف يدير الميزان في الكلام باش يبان مثالي. وملي كتكوني خارجة من خيبات امل فاتو، كتولي كتشدي في اي جدية بحال شي كنز. يعني الا بان لك شي شخص فيه الضو ما غاديش تبغي تفلتيه مازال. واخا انا من قبل ما كانتش في بالي نهائيا نتعرف على شي شخص ماشي مغربي يكون من جنسية اخرى، نهائيا عمرها طاحت في بالي ولا كانت مراضي. ولكن قلت علاش لا، يمكن هذا هو الراجل المناسب، ويمكن انا كنت كنقلب في المكان الغلط، يقدر يكون هو هذا. طوال التواصل بيني وبين هاد السعودي وانتقلنا للواتساب. ما كانش حب في البداية، كان واحد الإحساس بالترتيب، خطوة بخطوة، اهتمام بالتفاصيل ونية اللي كان مكتوبة في كل سطر كنا كنهضرو. ولكن تحت هذا الترتيب كان كاين واحد خيط ديال السيطرة الناعمة. كنت كنلاحظ أنه كيعرف يخليني نحس براسي بلي أنا محظوظة، كيعرف يخلق جو ديال الإعجاب براسو بلا ما يقولها نيشان. وهاد الشي كيديرو بواحد الطريقة اللي ذكية، ملي كيعطيك الاهتمام كتحسي براسك الفوق، وملي كينقصو كتحسي براسك الناقصة، وكتولي كتجري باش ترجعي لداك العلو اللي كنتي فيه اللي عطاه ليك النهار الاول. وهذا هو اللي كيسموه النرجسي. ما كيبانش بحال الوحش في الاول، كيبان بحال انسان كيصوب لك الجو باش يقدر يتحكم فيك. من بعد مدة ديال التعارف قرر انه ينزل المغرب باش نتشاوفو. جا المغرب وتلاقينا في واحد المدينة اللي سياحية، اختارينا لقاء يكون في مكان عام وآمن في نفس الوقت. في ذاك النهار شفت واحد السيد عنده حضور قوي، الشكل ديالو أو طريقة اللباس ديالو كانت بسيطة، ولكن كان باين عليه اللباس اللي غالي. من الشوفة ديالو كيبان إنسان اللي كيرد البال بزاف، والثقة اللي عنده كتخليك تحسي باللي هو داخل في العالم بحال الملك. كان كيعرف يبان محترم قدام الناس، وكيبان رجل أسرة بلا ما يدير حتى مسرحية واضحة. أنا زدت اقتنعت فاش تلاقيته، وقلت ربما هذه هي الفرصة اللي كنت كنقلب عليها. ولكن مع هاد الشي كامل كان عندي واحد الإحساس في الداخل ديالي اللي في شكال، حيت كان كيبان ليا الإيقاع ديالو باش غادي كان سريع، والقرارات اللي كان كيتاخد كان زربان فيهم. كنحس بيه كيديرهم بحال الوقت ضيق عنده بزاف، بحال شي واحد باغي يوصل للنهاية بلا ما تبان الطريق. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي كانت خلعاني في داك الوقت. اما من غير هاد الشي كان كلشي عاجبني، كان الاعجاب ديالنا متبادل. يعني في اللقاء ديالنا الاول عجبنا بعضياتنا بزاف، ومع العلم انه الفتره اللي تعرفنا فيها في التليفون قبل ما نتلاقاو ما كانش طويله بزاف، تقريبا شي شهر وشي ايامات، يعني راه لحد الان باقي ما كنعرفوش مزيان. وبعد هاد اللقاء تصارعات الامور، بدا كيبان باللي باغي يكمل بطريقه رسميه وبالزربه. عائلتي شافوها علامه خير، اللي باغي الحلال كيزرب، وحتى انا كنت باغا نطيق هاد الهضره. ولكن كانت كاينه حاجه ما كتريحش، الاسئله الدقيقه اللي كنت كنسولو علاش نزربو مره اخرى وترجع ونتزوجو، بحال هاد الاسئله اللي عاديين فاش كنت كنسولو كان ما كيعجبوش الحال، وكيعطيني احساس باللي السؤال ديالي كيشكك في النوايا ديالو، بحال هو انسان ما مزيانش او داخل على شي نيه خايبه. وبسبب هاد الاسلوب كتولي تراقبي راسك باش ما تبانيش كتعقدي في الامور، وهنا
كطيحي في الفخ، كتبدلي الشخصية ديالك باش ترضي انسان ما خاصوش يتربى على حسابك. في المرحلة ديال التعارف ديالو على عائلتي بان باللي كان متمكن بزاف، محترم وكلامه كله موزون، جاب بزاف ديال الهدايا لمالين الدار، كان كيعرف كيفاش يتعامل مع الوالدة ديالي وحتى مع الوالد ديالي، كان كيتعامل معاه بواحد الوقار اللي كان محسوب. المهم كان عجب كاع العائلة ديالي، عجبهم هاد السيد، ما كان فيه ما يتعاب. انا كنت غير كنشوف بعينيا وكان كيبان ليا الفرق. مع العائلة ديالي كان كيطلع احسن نسخة منه، ولكن معايا وفاش كنكونوا بوحدنا كنت ديما كنحس انه الشخصية ديالو هي اللي مسيطرة عليا، وديما كنت كنرد البال للكلام ديالي والاسئلة ديالي، وكنت غادية معاه في الايقاع ديالو وفي داك الشي اللي باغي. ومع ذلك كنت كنقنع راسي باللي هاد الشي كله عادي، ربما كان غير ستريس وتوتر او الضغط اللي كنعيش، او ربما اختلاف في الثقافة. جا وقت العقد، الاجراءات ديال الزواج اجنبي كتكون فيها ورق بزاف وترجمة ومساطر. هو كان موجد كلشي الوراق، كلشي وراقيه جابهم معاه، وكان واحد الوسيط هو اللي تكلف لينا بجميع الاجراءات، وكان كلشي كيبان باللي قانوني ومصادق عليه. كنت كنشوف الوراق قدامي وكنحس بالطمأنينة. درنا احتفال صغير، عراضة صغيرة بالعائلة، ولبست القفطان والناس باركات والعائلة فرحات، وانا بكيت بالفرحة ومن الخوف في نفس الوقت، حيت حسيت باللي صعيب عليا نخلي دارنا ونخلي مدينتي وبلادي ونخلي كل شيء ونمشي لبلاد اخرى مع راجل اللي ولا راجلي. الخوف ما كانش واضح بزاف ولكن كان حاضر. حسيت باللي الامور مشات بالزربه، وحسيت به باللي تملكني بسرعه. من بعد العقد بانت تغييرات صغار كيكبروا مع الوقت، وخصوصا ملي تيسروا الامور ومشيت معاه للبلاد ديالو. حتى لهنا كلشي كان مزيان، لقيتو عايش في واحد الدار اللي كبيره وزوينه، وكان ما خصو حتى شي خير، وحتى انا ما كان مخصصني من والو. ومن بين هاد التغييرات الصغار اللي كبروا مع الوقت واللي بانوا من بعد الزواج، بدا كيبدل من العادات ديالي، بحال الخروج ما بقاش كيبغي نخرجوا بزاف، والطريقه ديال اللبس ديالي بدا كيغير فيها بشويه بشويه، وعاد زيد التواصل مع الصحابات ديالي بدا كيقلال. وهاد الشي بسببه، هاد الشي كامل ما كانش كيديرو بالغوات ولا بالتعصاب ولا بالمنع المباشر، لا، كان كيديرها بواحد الطريقه نفسيه، كيخليك تحسي انك الا درتي شي حاجه من هاد الشي اللي قلت قبل، بحال كتهرسي الاستقرار ديال العائله. كيولي الاستقرار عنده ماشي راحه، الاستقرار عنده هو انك تنازلي على داكشي اللي باغا. وباش يزيد يثبت السيطره بدا كيخلق في الداخل ديالي واحد الشك الذاتي. انا كنت انسانه اللي قاريه وكنت خدامه قبل الزواج، يعني كنت ثابته راسي، ولكن من بعد ما تزوجت بيه ولا كيحسسني باللي انا ما كنعرف والو، وباللي انا ما ساويه والو او ما كنصلح لوالو. بهذا المعنى بحال هو اللي خدام وهو اللي خدمته واعره وهو اللي كيعرف يهضر وهو اللي كيعرف كل شيء في الدنيا، وانا ما خاصني نبين حتى شي حاجه، ما خاصني نبين بلي كنعرف والو. بدا كيحبسني على الناس اللي كيعرفوني، من بينهم صحاباتي. كيقول لي بلي انه الصحابات كيكون عندهم تاثير سلبي عليك، وباللي راه غير غادي يحسدوك وغادي يحسدوك على هاد النعمه اللي انت عايشه فيها. اما بالنسبه للخروج ولا غير ضروري، اغلب الوقت كنبقى غير في الدار. نهار كنطلبوه يخرجني كيدير السبب الخدمه، واكيد ممنوع عليا نخرج بوحدي، ضروري حتى يكون معايا. وبسبب هاد الشي حتى انا وبلا ما نحس بديت كنخفف العلاقات ديالي وكنتفادى التوتر معاه. وهنا كيولي السجن اخطر ملي كتكوني انتي هي اللي كتسدي الباب على راسك. المشكله قدام الناس كان كيبان الزوج المثالي، مسؤول ومهني ومحترم، وحتى انا كنت كنعاون في الصوره ديالو.
حيت كنت كنخاف من الهضره ديال الناس، وكنخاف من الفشل اللي غادي يتفسر بالغلط. راجلي من نهار تزوجنا كان قال لي بلي باغي الولاد، باغي نولد انا وياه، وقال لي ما ندير حتى شي مانع حمل. ولكن انا من راسي وبلا ما نتشاور معاه كنت كناخد حبوب منع الحمل. كنت باغا حتى يدوز مدة على زواجنا ونتعرفوا مزيان ونرتاح في ديك البلاد ونرتاح معاه، عاد نفكر في الولاد. كنت كنحس بيه باللي باغي الولاد بواحد الطريقة اللي ماشي طبيعية، كان التركيز ديالو كله على الولاد. وباش نكون صريحة معاكم، هاد السيد رغم هادشي كامل اللي عاودت لكم كان معيشني احسن عيشة، كان ما مخصصني من حتى شي حاجة، لا من ناحية الفلوس لا من ناحية الذهب، احسن تليفونات عندي، احسن ماكلة كناكلها. الحاجة الوحيدة اللي خسرتها هي الحرية ديالي. دازو شهور على زواجنا، قريب نكملو عام. كنت كنقلب على شي حاجة ديالي في الماريو، وكنت قريبة من البلاصة اللي كيحط فيها الوراق ديالو. غير بدافع الفضول بديت كنقلب في الوراق ديالو، كانوا وراق بزاف، وراق متعلقين بالخدمة، الأكثرية ديالهم ما فهمتهمش. حتى كيطيح بين يديا واحد الملف اللي كنلقى فيه نسخة من العقد ديالنا ديال الزواج. من بعد ما ركزت فيه مزيان ما عرفش علاش شكيت في شي امور، لقيت شي تناقضات صغار، ارقام اللي ما مطابقاش، وصياغه ناقصه في شي بلاصه، وواحد الكاشي كيبان بحيله ماشي في المكان ديالو. انا ماشي خبيره في هاد الشيء، ولكن انا انسانه قاريه وواعيه، ونقدر نفرق بين وثيقه صحيحه ووثيقه اللي ماشي هي هذه. مقدرش نقول لكم باللي كاين تزوير مباشر، ولكن هاد الشيء اللي شفت كان كافي باش يشعل الشك اللي فيا. هاد السيد واش دايره معاه الحلال ولا لا؟ شديت الوثائق اللي متعلقه بالزواج ديالنا، صورتهم كاملين بالتليفون ديالي. كان كاين واحد الجانب في حياته ما عمره كان واضح 100%، اللي هو الماضي ديالو. ما عمره ما عاود لي على حياته من قبل الزواج كيف كانت. معاود لي شي تفاصيل اللي ماشي مهمين، ولكن علاقاته وكيفاش كان عايش ما كنت كنعرف عليه حتى شي حاجه. ولكن مع الوقت بداو كيطلعوا شي اشارات لي صغار، اتصالات اللي كان كيجاوب عليهم واللي كيخلوه يتبدل. وحتى من الخدمه ديالو كان كيبقى فيها بزاف، وكان ديما كيدير ليا السبب الخدمه وكيسافر. الشك ديالي من بعد ما لقيت الوثائق بدا كيكبر، ومع الوقت بديت كنرد البال شي تفاصيل. درت المستحيل باش نهز ليه التليفون ديالو ونقلبه بهدف الفضول وصافي، وما عرفت واش غادي نلقى فيه شي حاجه اصلا، ولكن درت هدف واحد، هو انني التليفون ديالو ضروري خاصني نقلبه. درت جميع الطرق باش نقرب ليه في الاول، ولكن ما قدرتش، كان ديما ملصق وحده، ما كيتفقش معاه نهائيا. ومع العلم انه راجلي عنده جوج تليفونات، تليفون ديال الخدمه والتليفون الشخصي. التليفون ديال الخدمه كان غير محطوط، ولكن التليفون الشخصي ما كانش كيرخيه من يديه. حاولت ما امكن ولكن والو، ما قدرتش. حتى لواحد النهار جاتني واحد الفكره، حاولت ندير ليه واحد الدواء ديال النعاس، خليته حتى الويكاند اللي ما عندوش فيه الخدمه ودرتو ليه في القهوه ديالو. هادشي اللي درت ما كنصح بيه حتى شي وحده ديرو، حيت شي حاجه اللي خطيره. انا الصراحه ما عرفتش كيفاش جاتني الجرأه باش درتو، ولكن كنت محتاجه نديرو، وكانت من الضروره لانني كنت باغا نعرف الحقيقه كامله. الخطه مشات كيف ما بغيت انايا. شرب القهوه ديالو، ومن بعد تقريبا ساعه كان مشى للبيت ديالو ونعس. والاول مره غادي نهز التليفون ديالو، التليفون ديالو قابلته مع وجهه وتحل ليا بكل سهوله، ويا ريتني ما حليتش التليفون ولا هزيته من الاساس، حيت الحقيقه اللي غادي نعرف من وراء هادشي حقيقه اللي كان صعيبه بزاف. من بعد ما دخلت التليفون ديالو كانوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي اول مره كنعرفهم على راجلي. الصدمه هي فاش غادي ندخل الواتساب وغادي نلقى
ميساجات ديالو مع واحد الرقم. هذا الرقم كان مكتوب عليه مراتي. فاش كندخل الكونفرساسيون اللي بيناتهم، الرسائل اللي بيناتهم، كنلقاه كيصيفط لهاد النمره تصاوروا فين كاين، فين جالس في الخدمه، وشحال من مره كيصيفط تصاوروا لهاد النمره في بيت النعاس ديالنا بوحدو. فاش طلعت كنشوف لا ميساج، سمعت الاوديوات، كنلقى صوت مراه اللي كانت كتسولو فين كاين، خرجتي، دخلتي، واش كاين مع ديك خيتي اللي غادي نعرف باللي ديك خيتي هي انا. كانت كتسولو عليا، كانت عارفه باللي كاين معايا، واللي فهمت انها مراتو الاولى. ضرني راسي بالجهد، ما فهمتش اشنو هادشي اللي طحت فيه. انا ما كانش قال ليا باللي مزوج، وما كنتش عارفه هادشي نهائيا. صدق الراجل مزوج المراه الاولى، وانا جايبني ضره. والغريب في الامر ان مراته كانت عارفه كل شيء. ولكن علاش هادشي كامل مادام انه مرتاح مع مراته، ومن الطريقه ديال الهضره ديالهم كيبان باللي كيبغيها وحتى هي كتبغيه، حيت مازال كتغير عليه. بقيت طالعه في الميساجات حتى كنطيح في واحد الاوديو اللي هو اللي غادي يبين ليا الحقيقه كامله ديال هادشي. لقيت باللي مراته مصيفطه ليه في واحد الاوديو علاش باقي نهيله ما حملاتش، اشنو باقي كتسناو، راه خاصنا ولد في اقرب وقت ممكن. انا راه عييت من هاد العيشه، حاول انها تحمل في اقرب وقت باش صافي تفك منها. انا راه ما بقيتش قادره نعيش بلا بيك، وما بقيتش قادره نعيش بعيده عليك، وما بقيتش قادره نتخيلك مع وحده اخرى من غيري. فاش سمعت هاد الاوديو برد لي الماء في الركاب. وهو باش جاوبها غير كوني هانيه، راه طال الزمان ولا قصار غادي تحمل، وغادي نفرحك بهاد الوليد ولا بهاد البنيه. ان شاء الله غادي يكون ولدنا اللي تسنيناه شحال هادي من عام. واش انا كنحلم كيفاش ولدهم؟ على اش من ولادك يهضروا؟ بديت كنجمع هاد الاحداث مع العقد اللي كنت شفت واللي شكيت فيه. في ديك الليله مازال حاولت نتواصل مع واحد بنت خالتي اللي كانت خدمتها في القانون، بلا ما نذكر المهنه ديالها بالضبط، ولكن كانت عندها خدمه في القانون وكانوا عندها علاقات. صيفط ليها العقد ديالنا وشي وثائق، وقلت لها عافاك تاكدي لي من صحه هذا العقد. ديك الساعه كان الليل وحتى الغد ليه، وكانت جاوباتني، كانت قالت لي غير كوني هانيه. قالت لي اش واقع؟ عاودي لي. قلت لها غير تاكدي لي ومن بعد غادي نعاود لك كلشي. وفعلا داكشي اللي كان. ما دازو حتى يومين مقاده وعاودت اتصلت بيا، قالت لي يا اختي نهيله ما كاين ما نخبي عليك، الهضره اللي غادي نقول لك راه صعيبه بزاف. العقد اللي صيفطتي ليا راه عقد مزور لا اساس له من الصحه. انا ما فهمتش كيفاش تزوجتوا بهذا العقد، شكون هذا المسؤول اللي عطاكم هذا الشيء، وشكون هذا المسؤول اللي صادق لكم على هذا الشيء؟ ما فهمت والو. ولكن اللي خصك تعرفي هذا راه عقد مزور، وداك الراجل اللي مزوجه به راه ما كتجمع بيناتكم حتى شي وثيقه، بحيله مزوجه انت وياه غير بالفاتحه. حيت اخر حاجه كنت كنتظرها هي نسمع بحال هاد الهضره. كانت صعيبه عليا بزاف هادي سنين وانا بقيت بلا زواج، كنتشرط وبعدت على اي واحد اللي ما مناسبش ليا. في الاخر باش نطيح مع واحد ويضحك عليا ونحسب راسي مزوجه به وانا عايشه معاه في الحرام وما سايقاش اخبار. والواعره في هادشي كامل انه باغي يولد معايا على قبل مراته. كتعرفت من بعد انه ما ولدش هو والمراه الاولى، مرته كانت عاقره ما كتولدش، وهو من كثرت ما كيبغيها ما بغاش يتفرق معاها. فالخطه اللي داروا انه يجيب بنت ويطمعها بالزواج ويضحك عليها على اساس انه تزوجها وتولد لهم، وغادي يحيد ليها الولد ويلوحها. هذه هي الخطه اللي كان راسم ليا، وهو لحد الان ما عارفش باللي انا عارفه هادشي كامل. حمدت الله وشكرته انني ما ولدتش معاه، بحال شي حاجه كانت علماني في خاطري، شي حاجه كانت كتقول لي لا نهيله باقي الحال على الولاد، باقي الوقت قدامك. يعني نهيله كانت بالنسبه لي غير قنطره رحم باش يجيب به النسب اللي ناقصه، ومن بعد يمشي يكمل حياته الاصليه. صافي من اللي عرفت الحقيقه كامله
خدمتها بخطة ذكية. رجعت كنقوي في العلاقة ديالي مع عائلتي بهدوء، حيت واحد الوقيته كنت قطعت معاهم الهضره وهو السبب في هذا الشيء. ورجعت كنرتب حياتي اليوميه باش ما يبان حتى شي تغيير فجأة. ركزت على الوثائق ديالي وعلى الامان الشخصي ديالي وعلى انني خاصني نرجع لبلادي في ظرف عادي، ماشي في ظرف مثير للشك. انا ما كنتش باغا نهائيا المواجهه، ما باغاش المواجهه مع النرجسي، حيت عارفه انه قوي عليا، وانا كاينه في بلاد اللي ما عندي فيها لا حنين لا رحيم. يقدر يجر فيا شي مصيبه وحتى واحد ما يسيق ليا الخبار، مادام انه قدر يزور عقد ديال الزواج الا وانه يديه واصله وعنده معارف. فتفاجئت انني نواجهه بهاد الحقيقه اللي عرفت، وبغيت نحل المشكل ديالي في هدوء. اول حاجه فكرت فيها هي نرجع لبلادي. كنت كندير المستحيل باش نلقى الوراق ديالي، الباسبور ديالي والوثائق ديالي اللازمه باش نرجع لبلادي. هو كان مخبيهم، ولكن الحمد لله قدرت نطيح عليهم ولقيتهم. بقيت معاه فتره حتى قدرت نسلم له الفلوس اللي غادي يقدوني باش ننزل لبلادي. وفي واحد النهار كنت عارفه انه غادي يمشي يسافر، على ما قال هو على الاغلب كان غادي على عند مراته الاولى. قال لي راه مسافر على قبل الخدمه. قلت له صافي، وانا كنت موجده كل شيء، وراقيه كنت موجدهم. خليته مشى، جمعت كاع حوايجي، اي حاجه عندها قيمه عندي جمعتها، وحتى من ذهبي كامل اللي كان شرى ليا حتى هو هزيته كامل. وخرجت مشيت نيشان المطار ورجعت لبلادي المغرب. شي كامل درتو وما كان في خبار دارنا والو، حيت بنت خالتي اللي كنت صيفط ليها الوراق كنت وصيتها ما تقول حتى شي واحد لديك الهضره. دارنا كانوا جالسين حتى دقيت عليهم ودخلت عندهم للدار، ما فهموا والو. كان كيسحابهم باللي غير درتها لهم مفاجاه، ولكن ملي شافوا حالتي والضحكه اللي ما كايناش في وجهي عارفوا باللي كاينه شي حاجه. جلستهم وعاودت لهم كل شيء بكل صراحه. بابا بقى فيه الحال بزاف، قال لي انا السبب في هذا الشيء. اما ملي شفت الراجل زربان بالزواج ما فكرت في والو، ما ظنيتش فيه الخيب وعطيتك ليها بنتي. انا السبب في هذا الشيء، سمحي لي. قلت ليه لا يا بابا، هذا الشيء مكتاب انني نعيشه. حتى واحد ما غلط فينا، الغلط الوحيد هو داك السيد. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ضيع لي حياتي ومستقبلي. دابا انا ما محسوبه لا ملي مزوجين لا ملي مطلقين. ضحك عليا، ولكن كنقول الحمد لله على حاجه وحده، انني ما ولدتش معاه الولاد، اما كنت داهم ليا وخلاني كندور في الزنقه بلا عقل. هاد المشكل اللي وقع ليا حاولت نسد الملف ديالو، ما عاودت هاد الشيء لحتى شي واحد. دارنا حاولوا يسكتوا ودرنا باللي انا طلقت منه بالقانون، وما سيقنا الخبار لحتى شي واحد باللي راه كنت مزوجه بلا اوراق، وباللي راه غير ضحك عليا وكل شيء كان مزور. الصراحه ما رضيتش، ولكن قلت بلا شوهه وبلا فضيحه. سديت الدوسي وكملت حياتي عاديه، وتعلمت باللي النيه بزاف ما مسلكاش في هذا الوقت. واللي غادي يسولني واش عاود اتصل بيا، فاش رجعت لبلادي كانت لقيت بزاف تاع الميساجات وديال المكالمات من جهته. انا واجهته، قلت ليه راني عرفت الحقيقه كامله، عرفت باللي زواجنا ما كانش حقيقي، وباللي العقد ديالنا كان مزور، وعارفاك باللي مزوج وباقي مزوج وباقي كتهضر مع مراتك وباقي انت وياها في علاقه. انت ضحكتي عليا، وتخيلوا معايا اشنو قال في الاخر. قال لي نهيله، انت دابا عرفتي الحقيقه كامله، وانا غادي نعرض عليك واحد العرض دابا. نعطيك الفلوس اللي بغيتي، ندير ليك اللي بغيتي كل ما كتمناي، نشري لك دار، طوموبيل، فلوس، ذهب اللي كتمناي، غير ولدي ليا شي ولد ولا بنيه وما تحرمينيش منه. حتى لديك الساعه كان باقي عنده امال انه يقدر يغريني بالفلوس وبخنز الدنيا. وطبعا انا ما وافقتش. شكون هذه اللي غادي تعطيك بنتها؟
شكون هادي اللي غادي تولد وغتعطي ولدها ولا بنتها. المهم انا ماشي من داك النوع. وتم هرست ديك النمره وبدلتها. وهذه هي قصتي جيت عاودتها لكم اليوم للعبره. كنتمنى تستافدوا منها بزاف، وكنتمنى الرساله تكون واضحه. وهنا وصلنا للنهايه ديال القصه. دابا بغيت الراي ديالكم بصراحه. كتب لي في تعليق شكون اللي كان غلط في هاد القصه، واللايك ديالك كيعطيني الدافع باش نكمل في مزيد من القصص. والاشتراك راه مجاني، ولكن راه كيعاون القناه باش تكبر. وتعليق صغير منك كيساوي بزاف عندي، واخا يكون تعليق فيه غير وريضه. ايوا ما تبخلش عليا وحطوا لي دابا. وما تنساش الاشتراك، حيت كاينه قصه جديده قريبه وباغاكم تكونوا اول ناس تسمعوها.